ويا مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيونكم يا أحلى متابعين ويا أحلى متابعات. شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأكيد الصلاة على محمد وآل محمد هي اللي تحفز البشر وتخليه بيه حيل ويقوم يذكر رب العالمين ويقوم على شغله. فدائما صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجيتكم عيني بهذا الروتين المعدل اللي كلكم تحبونه. والله بنات هذا الروتين ماكو، يعني من الدنيا حارة والجو تراب، شنو بعد الفراش خلاص يصيح شيلوني. هو والله العظيم يعني الفراش مال البيت وحده يقوم يطلع بوخه يصيح شيلوني بعد لا تخلوني. البيوت هيك تقوم تفور. فشنو بناتي هنا قلت لكم أرد أسوي غرفة وليداتي، بلشت بيها أول وحدة. إيش سويت؟ الغسالة شغلتها، خليت بيها ملابس. أول شي غسلت ملابس، قلت وحتى أبلش بالشراكف مالات وليداتي وهاي حتى كلها حتى اللحاف، يعني ما خليت شي ما غسلته. فهنا عيني بعد ما لهن داعي لازم نشيل هالفراشات. فهنا اجيت يعني هيجي شلت شكو شي على بالغرفة كلها غسلته ما خليت أي شي ما عدا البردة. هاي أنا قاعد أسوي مونتاج وياكم هسه، يعني هذا المقطع صار له كم يوم وقاعد أسوي مونتاج، وأتاني أبو السبالة تيجي لحد الآن ما جاينا. فأنا بالبداية كنت أنتظر بيه وما أجانا. وهنا عيني بعدني قاعدة أنظف ولقيت هاي عيدية بنيتي تدور عليهن صار لها فترة فناسيتهن جوا فراشها. فمن شلت الدوشة أقول فراشات وهاي لقيتهن. فهي كانت بوقتها ما أعرف وين، فضميتهن إلهن. كانت تقرأ بالاستقبال فضميتهن إلهن. وهنا أنا عيني شوفوا حتى اللحف راح أغسلها، ما أخلي شي ما أغسله حتى أضمهن بعد إذا الله سهل وانطانا عمر للشتاء اللي يجي. وهنا عيني من بعد ما خلصت ذيك الغرفة اجيت الغرفتي همين شلت فراشة. فمبدئيا راح أبلش بغرفتي وغرفة وليداتي أخلصهن. يلا يبقى عندي الصالة والمطبخ لأنه ما أقدر كلهن بيوم واحد هواية. فأنا راح أسويهن يعني وجبات، يعني أشيل وجبة وأنظف البيت وأغسلهن هاي كله بنفس اليوم. الغسالة مشتغلة، غسلت ملابس وغسلت فراشات الشراب مال وليداتي ورجعت غسلت فراشات القاع. شوفوا لي هنا أول شي ترست الحبال ملابس. هاي الحبال البنات أنا خلتها بالترك، يعني ما أحب الملابس تصير بالواتشية مال البيت، أتخبل من عندهن. أصعد أشر فوق السطح وأشر بالترك بس ما أخلي بالجراج لقدام. ما أحب البيت هيك هوسة تلعب نفسي من عنده. وعيني هنا غسالتي مشتغلة وهذا أول لحاف غسلته وبعد عدي بالغسالة مستمرة على الغسل. ويا حالات الصيف والملابس قليلات مو هواية تغسل هواية 4 غسلات و5 سماكو قليلات غسلة واحدة حطن بالغسالة وأخلص. هنا عين الجو مغيم ويجنن وهوا بارد. وجيت هنا همين شيلت الفراش مال غرفة وليداتي. شوفوا بنات أني توقف الغسالة أروح للغسالة، تشتغل الغسالة أجي للغرفة أرتب بيهن. فقلت لكم السبلت بعدهم لحد الآن ما حاطين للغرفة مال وليداتي، هذا مالتها عاطل السبلت. فمنا نشيل السبلت أريد أغير البردة مال غرفة وليداتي إذا الله سهل، أريد أجيب لهم بردة من هاي السحب ما أريد هاي. فشوية شوية نخلصهن. وهنا عيني شلت حتى الدواشق وحتى الشرابي بالمكنسة الكهربائية سحبت التراب من عتها ما خليت شي ما نظفته. وهنا عيني بلشت يعني كنسناها بالمكنسة الكهربائية سحبنا شوكو شي تراب وجيت أمسح. مسحت مرة ومرتين إلا أشوفها هيك نظيفة وتجنن يلا أرتاح. فحتى الجو الشرابي مسحته. أني أول مرة كنت أريد أغسلهن ما غسلتهن لأنه بعدني ما شايلة فراش الصالة فالمي راح يروح على فراش الصالة. إن شاء الله من أشيل الفراش مال الصالة والمطبخ البيت بعد كله غسل. ماكو أنا ما أحب المسح هيجي كله صب مي نغسل ونبلش. وهنا عيني من بعد ما كملت ملابس وكملت تنظيف البيت كله فرشنا هاي الشراشف الجميلات اللي قلت لكم ذيك المرة جبت شراشف لوليداتي فهن ذني وحط لهم همين شراشف يتغطون بين بعد ماكو داعي بطانيات هم شيلتهن. وهنا عيني شوفوا لي هاي البردات كلها راح تتغير، يعني شوية شوية كلها هاي راح تتغير. فهسه هاي مبدئيا لأنه الغرفة مالتهم صارت حار ما يقدرون ينامون بيها.
فقلت خلي بعد أشيل فراشة وهاي حتى شوية تبرد لهم. فانطوني رأيكم بالنظافة. يابا ريحة النظافة تجنن. شايفين من تخلصون شغل وتقعدون شلونها ريحة النظافة وبخارة البيت، والبيت نظيف وبارد والسبالك مشتغلة، بعد واحد شيري. وهنا عيني بلشت بعد ما كملت ذيك الهوسة كلها، قعدت شوية تغديت وقمت غسلت ذني الفراشات. هاي تقريبا صارت الساعة هنا بالأربعة أو 4:30. فغسلت الدواسات مال البيت كلها، قلت حتى من أشيل الفراش يبقى الدواسات نظيفات أفرشها من البيبان. وهذا الفراش مال غرفة وليداتي همين غسلته وأشره، وأرجع أغسل الفراش مال غرفتي همينه. راح أسوي شو اسمه على جزئين، لأنه كذب بيوم واحد لا هواي يصير عليه شغل. قلت لكم يلحقك أكل، تلحقك مواعين، تلحقك تعزيلات، تلحقك سبح، واحد يخلص النهار. ترى هو شي يبقى بيه والله العظيم بسرعة يخلص. فأنا قلت كل يوم أسوي لي شغلة حتى هم ما أتعب نفسي وهمينه على راحتي. فهنا أنا عيني صب المي يجنن. شيلوا بنات نغسل ونتعب، تجينا الترابة لا يبين غسل ولا وكل شي ما يبين. والله هذا الجراج يوميا بين يوم ويوم أنا أغسله ولا يبين بيه. أقعد الصبح ألقى رواحنا مدفونين بالتراب. فوالله حتى تعبت ولعبت نفسي. واحد يعني يريد يقعد يوم يقول ما عندي شي، ماكو. التراب لعبينا طوبة، قلنا هسه يجينا الصيف ونقوم نغسل براحتنا، يجينا العواصف والتراب. كارثة والله. الحمد لله والشكر على أمر الله، لا اعتراض على أمره. وهنا عيني من بعد ما خلصت هذيك الفرشة مال غرفة وليداتي، اجيت الهاية مال غرفتي. هنا بنات ذبيت عليها أول مرة قاصر وزاهي وجلف جلف 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 عيني. فجلفتها جلفة معدلة حتى بعد انضمها. أنا أحب الفراش أشيله منه أغسله منه إياه بس ألفه وأضمه، ما أحب أضمه على وسخه. بس العام ما أدري إيش جاني تتكاسل، بس لا ما أعيد بعد غلطة العام، لا قبل أغسل وأشيل. ما أحب أضمه على وسخه حتى ما أتوتر وأظل قلقة وأقول شو وقت أسوي هذا وشو وقت أسوي ذاك. لا 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 لا، بعد ما أعيد ذيك الغلطة. وهنا عيني شوفوا لي الجلف المعدل وصوت الجهال وصوت المي وصوت العصافير. شايفين هاي الصوت والروجة الحلوة البرة هاي قاعد يسمعوها هسه انتم وياي بالفيديو. فحلوة من نسمع صوت الجهال تلعب برا والجو حلو. أحس الجهال تكيف على الصيف، يلعبون براحتهم أكثر من الشتاء. وهنا أقول لكم عيني تعبت. شوفوا لي عيني الترتيب والجمال. وادري بيكم تحبون هاي الروتينات اللي بيها صب المي، اللي بيها الجمال، اللي بيها ريحة طيبة، اللي بيها ريحة التراب وترشون عليه مي يصير ريحة تجنن. وهنا أكيد أرجع أذب مرة ثانية زاهي حتى نرجع جلفة معدلة. بنات هذا الزاهي نجيبه كيلوات، الكيلو ب500. كلش يعني خوش نوعية، يوظف يعني زين. فأنا إيش أسوي؟ جبت ب5000 عندي دبة انطتني اياها امي الله ينطيها الصحة والعافية. ترس الدبة ب5000، فهذا يكفيني من شهر للشهر. بس لا هالمرة راح أعوز يعني قبل الشهر راح أجيب مرة ثانية، لأنه هالمرة هواي غسلت فراشات وغسلت ملابس، وتعرفون هاي غسل بردات على غسل شراكيف يصرف. وهنا عيني من بعد ما كملت شوفوا لي أوقفهن بهالشكل، أخليهن يذبن المي مالتهن، يلا أصعد فوق السطح أشرهن. وجيت هنا على غسل الجراج والريحة الطيبة، وأكيد أزقي زرعاتي أنطيهن مي حتى هنهم خطية ينتعشن ويصيرن حلوات. وريتني وردن شو وقت ما أعرف. إن شاء الله إن شاء الله. سمعتوا صوت صب المي؟ حلو واحد يعني يجي صوت المي والغسيل والتنظيف. بس كود يبقى نظيف ورانا؟ لا مستحيل ما يبقى نظيف، دقائق ويرجع يتوسخ.
كان الجراج مالتي بسرعة يبين بيه التراب، لأنه هو هذا البورسلين بسرعة يتوسخ. والله البارحة لو تشوفون العاصفة والتراب والهواء عالي والدنيا هيك غبرة صايرة حمرة، ايش قلت لهم والله العظيم البيت مالتنا عوزة غنم ويركضن بيه من الترابة. نقول الحمد لله على كل شيء. وين الغنم عما أنا أريتني، يلا ما يخالف، هم أبي حلوة استفاد بيهن. هنا حتى الحاوية كلها غسل وجلف. وهنا بنات اجيت اطلع الشراشف مالات وليداتي ادور عليهن، فلقيت ذن المخاد. تدرون ذن بنات من ايش وقت؟ والله من بعد نيم عيالي اشترت لي اياهن امي وناسيتهن. فاليوم طلعن وحدهن قدامي وحتى ما مستخدمتهن بعدني نهائيا، لانه اساسا انا ناسيتهن. فهنا شوفوا هاي الكتابات والعبارات الجميلة كلش حلوات، يعني من زمان جبتهن بس ناسية وين مخليتهن ولا اجن ببالي، يعني من دورت وطشرت يلا لقيتهن. شوفوا هنا الخالة قطعة من القلب ونكهة الأم. هاي على الخالات. وهاي هنا على خواتي وعلى الأم. فعبارات كلش حلوة كانت بوقتها، كانت أمي جايبة وقلت لها جيبيلي وياك، فقلت لكم ناسيتهن نهائيا ولا ببالي، يعني من دورت طلعتهن. وهنا عيني من بعد ثاني يوم هم كان هوا عالي وهم تراب، فشفت الفراشات كلها يابسة، جبتهن طببتهن هنا بالصالة، وقلت خليها أرجع كل من الجنطة حتى يبقى يعني أحافظ عليهن، ويبقى للسنة الجاية إذا الله سهل وانطانا عمر أطلعهن همين. فهنا 3 جنط، فأنا اختصارتهن كلهن سويتهن بجنطتين، لأنه طلعت الكراتين اللي بنصهن دبيتهن فما يحتاجن بعد، وهم حتى ما ياخذن مكان، فسويتهن جنطتين اختصارا للموضوع. شوفوا واحد إذا يحافظ على الحاجة كل شي ما عليه حتى تبقى مدة. شوفوا هنا عيني كملتين ورحت للحمام وسبحيت وارتاحيت وانتعشيت. شايفين من وصل الحمام شلون بشري يرتاح وجسمي يرتاح ونفسيته ترتاح من البيت نظيف، والله من البيت نظيف يعني حتى النفسية مرتاحة. فهاي هنا كملتهن وهم هنا صعدتهن فوق البوفية حتى بعد ما عندي شي. وهنا عيني على العشاء جيت سويت لهم فلافل، يعني أسرع شي لأنه كنت كلش تعبانة بيومها. عندي كرفس وأبونا جاب رشاد وداز لي فلافل بيدي وليداتي، فأنا ايش قلت عندي سباكيتي بالكاونتر، خل أسوي لهم سباكيتي بالبشاميل والجبن هم يحبوه، وأقلي فلافل وقليت شوية باذنجان حتى ياكلونه. على هاي الترتيبات، على هذا العشاء المعدل، فهذا يعني كله خير ونعمة وبركة والحمد لله والشكر على كل شيء. فشوفوا هاي الترتيبات يعني مبدئية. وهمين وديتهم يجيبون لنا صمون، أنا عندي خبز مو ما عندي، ما خلي البيت يعني يفرق من الخبز، بس ما أعرف هي اللفات مال الفلافل أو الفلافل اللي تحب واحد وياها صمون. فسويت لهم تشكيلة طيبة وتعشوا والحمد لله والشكر، ويعني هيجي يلا خلاص يومنا. فشوفوا هنا خليت عنبة وخليت صاص، وهاي هنا هذا السباكيتي يعني كملته، سويت له هاي الصلصة مال البشاميل وخليت وياها جبن مال شيدر، فصار طعمه كلش طيب كلش حبوه. هاي جيت هنا أنا أصوب لأنه العشاء مالتي كلش تأخر بوقتها، قلت لهم ترى تعبانة اعطوني مجال شوية استراحة. فنقول الحمد لله والشكر على كل شيء.
وهنا عيني كمل عشانه بهالشكل، والحمد لله والشكر، والله يجعله خير ونعمة وبركة. وأنا مستمرة أقلي فلافل، مو حسبالكم بس ذن الفلفولات لا، فهاي طيتهم وبعدنا أنا مستمرة أقلي. وهاي مو حسبالكم كاستر أو شوربة، هاي شو اسمه هذا الزاد من البشاميل، يعني مثل الشوربة طعمه. فطيب خليته لهم، قلت لهم حتى يغمسون بيه لأنه بيجبن، فكلش طيب طعمه. وانطيتهم عشاء وسهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. وهنا عيني من بعد ما كملت تقلاء اجيت اني حتى اتعشى، خليتهم يعني اتعشوا وقاموا، يلا قعدت اني كملت تقلاء وعلى راحتي، حتى اقعد اكل براحتي ماكو احد يلح علي. وهاي اخر شي ظل ذني سباكيتيات، قلت لهم تعالوا كلوا، قالوا ما اريد، قلت يلا خل اكل منهن هاللي اكله. ولهنا بنات ينتهي الفيديو مالتنا، واقول لكم اشوفكم بخير وسلامة وصحة وعافية يا رب. باي باي.